عايز اقولك ان الجهاز ده بيعمل اقل بكتير قوي من اللي انت متوقعه، وده بالظبط اللي بيخليه مميز جدا جدا وهيبهرك. ده الريماركبل برو موف، وده مش التابلت العادي اللي انت عارفه. ده ممكن تعتبر ان نوتة اتجوزت كيندل راحوا جايبين لنا الخلفه دي. وده 7.3 انش ديسبلاي، وده طبعا اي انك ديسبلاي. ومش بس كده، دي بتعرض الوان لحد 20,000 لون. وبصراحة أنا جبت الباكج الأغلى شوية، وهعرفكم قدام السعر اللي بيجي معاها القلم المميز ده، اللي برضه هعرفكم هو ليه مميز. بالنسبة للعلبة الأولى دي فهو بيجي بكابل USB-C to C. وبالنسبة للعلبة الصغيرة التانية الشياكة دي، فدي بقى سنون للقلم عشان لو السن بتاعك اتكسر تقدر تركب له غيره. حجم الجهاز ده يا جماعة لا يتعدى 230 جرام، حاجة كده يعني أخف من النوت بوكس نفسها. وسمكه 6.5 مللي، ويقدر يعرض معاك لحد 20,000 لون. بطاريته انتوا طبعا عارفين بطاريات الاي انج، وده يقدر يقعد معاك اسبوعين كاملين من غير شحن. ولكن لو انت كمان مش بتستعمله كتير فهو يقدر يقعد معاك ممكن شهر عادي خالص من غير ما تشحنه. طب ايه بقى المميز في الجهاز ده؟ يعني ممكن اشتريه ليه؟ هل هو بيشغل صور مثلا؟ للاسف لا. طب هل هو بيشغل فيديوهات؟ برضه لا. طب هل في كروم مثلا واقدر اخش اعمل سيرش بقى الحقيقه لا. طب انا دفعت فيه المبلغ المنيل ده ليه؟ تعال اقول لك بقى. اولا تعال اوريك ملمس الشاشه عامل ازاي، ودي بتديك احساس زي الورقه والقلم بالظبط، بنفس الملمس الخشن بتاع الشاشه. وهتلاقي كمان بيديك 9 سنون للقلم مختلفه وانت بتكتب طبعا، يعني بيديك 9 سنون مختلفه تنقي بينهم. عايز بقى تكتب كاليجرافي مثلا، اللي هو تكتب بقى بخط كده كانك بترسم، ولا قلم جاف عادي، ولا قلم رصاص، ده غير شويه الالوان او الاختيارات البسيطه من الالوان اللي هو مديها لك. ده غير بقى زي ما انت شايف كده كميه التمبلتس الرهيبه اللي ممكن تنقي بينها انت عايز تكتب فيه. تاني حاجه بقى وده الاهم، انت جايب ده عشان تاخد نوت وتكتب من غير ما حاجه تعطلك، يعني ولا سوشيال ميديا ولا فيسبوك ولا انستجرام ولا تيك توك ولا اي حاجه. وميزه تانية خطيره ان انت ينفع تكتب وهو يقرا الكتابه بتاعتك اللي بخط الايد ويحولها تكست. تعالوا نجرب. تعال ندوس هنا على المنيو ونقول له convert to text. ولكن للاسف لسه ما عملوش ان انت تكتب عربي ويتحول لتكست عادي، يعني لازم انجلش او اللغات المتاحه قدامكم دي كلها. وطبعا القلم ده كمان بيجي مع العلبه، مش هتدفع زياده ولكن هفهمك في الاخر. طب ايه بقى النظام التشغيل بتاع البتاع ده؟ ده بيشتغل على لينكس، ولكن انت مش هتشوف اي منيو او ديسكتوب مثلا زي ما انت متخيل، او مثلا من منيو فيها الابلكيشنز. مفيش ابلكيشنز اصلا. فالمين منيو مش هفول الكلمه. فالمين منيو بتاعتك هنا هي شويه النوت اللي موجوده بتاعتك. بتنظم بقى فايلاتك ازاي عشان ما تتوهش، او كميه النوتس اللي انت هتكتبها. عندك طريقتين، الطريقه الاولى وهي تقسم فولدرات، والطريقه الثانيه وعادي تستعمل الاثنين مع بعض يعني. والطريقه الثانيه دي هتلاقي في حاجات كتير زي مثلا جوجل كيب وهي التاجز. طب مثال صغير، عملت تاج اسمه هوم بكتب فيه كل الحاجات او النوتس اللي ليها علاقه ببيتي، وعملت تاج تاني اسمه فاينانس او الماليات وبكتب فيه كل حاجه ليها علاقه بفلوس بتطلع او بتخش. طب هل شايفين حاجه مشتركه؟ طبعا. فممكن في نوته معينه اكون بكتب الفلوس اللي خارجه وداخله بيتي، فاحط عليها الاثنين تاجز، احط عليها ماليات بيت مثلا او فاينانس وهوم. بعد كده لما اجي سيرش بقى هتلاقي ان انا ممكن اعمل ماليات مع بيت، فيطلع لي النوته المشتركه بين الاثنين اللي انا حاطط عليها الاثنين تاجز. ودي طريقه حلوه جدا في السيرش وبتسهل الدنيا جدا. طب الجهاز ده قد ايه؟ ده 64 جيجا بايتس، يعني هيشيل كتير جدا جدا فوق ال 800 نوت بوك عادي. طب انا مش جايبه عشان اكتب، انا جايبه عشان اقرا. هل ينفع؟ ينفع. ودي ميزه تانية فيه حلوه جدا، انت عندك كذا فايل اكستنشن ينفع تشغله. الوورد او التكست وده العادي ينفع تشغل عليه PDFs، وينفع تشغل عليه كمان الاي بوب او اللي هي فايلات الكتب الالكترونيه، وتفتح الكتاب وتاخد نوته بقى. ودي احلى حاجه فيه، تقعد تكتب عليه عادي. وخلي بالك كمان القلم هنا بيديك ليتنسي اقل من 12 ملي سكند، يعني ما بيتاخرش خالص، ولا هتشوف مثلا ان القلم ماشي وراك. لا، فعلا تجربه ورقه وقلم كامله. طب هل ينفع مثلا ابعت لحد؟ انت عندك طريقتين ان انت تبعت. اول طريقه وهي اي درايف عندك، وان درايف، جوجل درايف، دروب بوكس، ينفع ادخله على الريماركبل، جهاز الريماركبل ده، ويبدا يعمل سينكرونايز وتشوف فايلاتك، وينفع تحط عليها او تقرا منها. ولكن زي ما اتفقنا فايل اكستنشنز معينه. طب ايه الطريقه الثانيه؟ ينفع تبعت اي حاجه من اللي انت عملتها دي بايميل لنفسك او لغيرك. طب هل دي كل حاجه؟ لا، كمان ينفع ان انت تعدل على نوته من الكمبيوتر، ولكن للاسف باشتراك، وانا ما عملتوش
ومش هعمله. الحركه اللي جايه دي بقى خطيره ومن احلى الحاجات اللي عجباني في الجهاز ده، ولكن قبل ما اقول لك عليها انا عايز اشاركك جزء من حلمي، وهو ان انا عايز اوصل ل 10000 سبسكرايبر مع نهايه 2026. وعايزك تعرف حاجه مهمه، ان اللايك والشير والسبسكرايب فعلا بيساعدوني جدا جدا، وبيساعدوا الفيديو ان هو يوصل لناس اكتر وينتشر اكتر. ولو انت او انت شايفين ان انا استحق ده، فدي حاجه تبسطني جدا جدا ان انتوا تدعموني اوصل لحلمي. دي بقى اخطر حاجه في الموضوع، دي موجهه لو انت مدرس، لو انت بتحب تشرح حاجه، لو انت بتحب تمسك ورقه وقلم وتوري زمايلك، لو انت بتشتغل وعايز تشرح حاجه قدامهم، تعمل برين ستورم، اي حاجه من دول، فالجهاز ده بيقدم لك السكرين شير، ودي رهيبه. انت بتنزل الابلكيشن ده على الكمبيوتر بتاعك وبتعمل كونكت بالاكونت بتاعك، ويبدا يقرا اللي انت بتعمله وانتوا على نفس الشبكه، وتشوف كل الكتابه دي لايف كانك بتشرح على السبوره. يا جماعه ده بالنسبه لي من احلى الحاجات الموجوده في الجهاز. طيب احنا كده خلصنا كل الفيتشرز وكل اللي فات ده كان ببلاش. طب ايه فايده بقى السبسكريبشن؟ دي خدمه اسمها كونكت، وكونكت دي ب$3 في الشهر، يعني مش حاجه قوي، ولكن انا مش شايف ان ليها لازمه بصراحه، ومص دم على الفاضي. كونكت بتديك كذا حاجه، اولا ستورج غير محدوده على كلاود، وبتديك سيرش في كل الكتابه اللي مكتوبه بخط الايد، طبعا غير ان انت ينفع تعدل النوته من على الكمبيوتر زي ما قلنا، وشويه تمبلتس كده زياده. طب السعر بقى، السعر $449 لو انت جبت القلم العادي، لكن القلم اللي انا جايبه ده مش عادي، القلم ده اللي باستيكه، اللي هو المفروض النسخه المحسنه كماتيريال وفيه استيكه ب $499. الجهاز على بعضه طبعا مش القلم، يعني زياده $50 عشان القلم ده. والسؤال الاهم بقى يا صديقي، هل شايف ان جهاز زي ده مهم بالنسبه لك وتمام تدفع فيه الرقم ده، ولا اوفر وكفايه عليك ورقه وقلم؟ واخيرا بقى يا صديقي، لو ما شفتش فيديو الخاتم اللي انا لابسه ده، فما تنساش تشوف الفيديو ده، ولو لسه ما شفتش فيديو الماوس الام اكس 4 فما تنساش تشوف الفيديو ده. واخيرا اللايك والشير والسبسكرايب زي ما اتفقنا، واكيد كمان واشوفكم في فيديو جديد.